يخاطبكم. وهو ما مكن المغرب من إقامة دولة الأمة تغلب جذورها في أعماق التاريخ، وإننا نحمده تعالى على ما أنعم به علينا من عونه وتوفيقه، حيث تمكنا من تحقيق العديد من المنجزات ومن مواجهة الصعوبات والتحديات. والمغاربة معروفون والحمد لله بخصال الصدق والتفاؤل وبالتسامح والانفتاح والاعتزاز بتقاليدهم العريقة وبالهوية الوطنية الموحدة. شعبي العزيز، إنما ندعو إليه ليس شعار صعوبات ولكن تحديات، فالشباب المغربي متى توفرت له الظروف وتسلح بالجد وبروح الوطنية دائما ما يبهر العالم بإنجازات كبيرة وغير مسبوقة كتلك التي حققها المنتخب الوطني في كأس العالم. قد قدم أبناؤنا بشهادة الجميع وطنيا ودوليا أجمل صورة حب للوطن والوحدة والتلاحم وحضارتين إفريقيا وأوروبا، ويوحد ضفتي البحر الأبيض المتوسط، ويحمد طموحات وتطلعات شعوب المنطقة للمزيد من التعاون والتواصل والتفاهم. إنتاج أول سيارة مغربية محلية الصنع بكفاءات وطنية وتمويل مغربي، وكذا تقديم أول نموذج لسيارة تعمل بالثقة في طاقات وقدرات شبابنا، وتشجع على المزيد من الاجتهاد والابتكار، وتعزز علامة صنع بالمغرب، وتقوي مكانة بلادنا كوجهة للاستثمار المنتج. كما تتجسد الجدية عندما يتعلق بمبادرة الحكم الذاتي، وبنفس الجدية والحزم نؤكد موقف المغرب الراسخ بخصوص عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن الأمن للفئات الاجتماعية والقطاعات الأكثر تضررا، وضمان تزويد الأسواق بالمنتوجات الضرورية. واليوم مع ظهور بعض بوادر التراجع التدريجي للضغوط الثقة واستثمار الفرص الجديدة لتعزيز صمود وانشئة الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد أطلقنا البلدي والقوات المساعدة والوقاية المدنية التجندها الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما ندعو الله تعالى بالرحمة والمغفرة والرضوان لشهداء المغرب الأبرار في مختلف المجالات. هذه الذكرى الخالدة ذكرى عيد العرش المجيد، والشكر موصول للسيد عامل الإقليم على هذا العملية دائما توسيم خليفة القائد عبد القادر عمرو. وأنادي أيضا أعزائي على السيد محمد بن ليب مشكورا.
بطبيعة الحال لوحة فنية جميلة وصورة للذكرى وفقة السيد عامل صاحب الجلالة الإقليم، مشكورا على كل المجهودات التي يبذلها من خلال إشرافه على هذه التطورات الفنية والثقافية والرياضية والجماعية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا رب إنا نسألك في هذه الساعة المباركة بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين مولانا جلالة الملك محمد بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم يا رب إنا نسألك أن تحفظه في سر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن، واحفظه يا رب في سنه مولاي رشيد وفي سائر أسرته العلوية الشريفة. اللهم يا رب تغمد برحمتك الواسعة فقيل للعروبة والإسلام مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني، اللهم طيب ثراهما. اللهم يا رب ارزقهما الفردوس. اللهم يا رب ارحم شهداءنا الأبرار الذين باعوا نفوسهم